السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي، عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم برضو عن حكاية هي بتحصل وحصلت وهتحصل برضو، عن قصة خال ازاي هياكل ميراث او هياكل حق اخته، وهياكل حق او تعب جوز اخته سنين وسنين وسنين، وازاي هياكل مال ابن اخته، وربنا هيعاقبه ازاي وهيعمل فيه ايه. كل ده هنعرفه. تابعوني واسمعوني للاخر وهتشوفوا، يعني هتشوفوا ان الايه بتاعت ان ربك لبالمرصاد فعلا هي بتنطبق على القصه اللي انا هقولها لكم دي. بصوا يا حبايب قلبي، القصه بتبدي ان في واحد متجوز واحده، الواحده ديت لها اخ وامها وابوها. المهم الراجل سافر، الزوج سافر بره، وقعد سنين وسنين يشتغل ويجتهد ويجد، ويبعت لها فلوس، يقول لها اشتري أراضي، اشتري بيوت، اشتري عقارات، هي دي اللي بتسندنا، وهي دي اللي بتعمل مستقبل لينا ولولادنا. المهم هو يبعت لها الفلوس من هنا، وهي طبعا هي معتمدة على أخوها، واثقة في أخوها إن هو اللي هيصون مالها وهيصون مال ولادها. وبقت تديله الفلوس، واخوها يشتري فعلا الارض ويكتبها باسم اخته. احنا لغايه كده ده الموضوع ماشي تمام. يبعت الراجل الزوج اللي بره لاخته، واخته تدي لاخوها، اخوها يشتري ويكتب باسمها. فضل الحال ده لغايه ما مضى 20 عام، وهو يعين الراجل يجتهد ويشتغل ويبعت، والاخ يشتري ويشتري ويشتري ويكتب لاخته. المهم الراجل بقى قال ايه، انا خلاص كده تعبت في الغربة، سنين الغربة وبعيد عن ولادي، ما بقتش اسافر لكل 5 سنين مرة او اتنين، لا انا هسافر بقى واستقر وازرع الارض اللي ايه، اللي هم اشتروها وهم عملوها. المهم رجع سافر، رجع مصر. فقامت زوجته قالت له يلا تعالى معايا، جهز لي ورق عشان انقل لك كل الاراضي والحاجه باسمك، علشان تدير املاكك وتدير حاجتك. قال لها معقوله انا للدرجه دي مش واثق فيكي؟ طب انا واثق فيك على بيتي وعلى اولادي وعلى عرضي وعلى شرفي، مش هبقى واثق فيكي على على حبه ارض وحبه تراب وانا اللي جايبهم بفلوسي؟ لا الموضوع ده انا مش موافق عليه، وخلي الموضوع زي ما هو والامر زي ما هو. تمام. فالمهم جت الأخت بعد فترة من الزمن، اللي هي الزوجة يعني، توفاها الله. فطبعا المفروض الحاجة اللي باسمها بقى الكل هيورث فيها، بما فيها أمها وأبوها. فطبعا الزوج قال ازاي ان انا ابقى قاعد 20 سنة بره، اشتغل واجتهد واعمل، وفي الاخر الكل هيورث فيها مع ولادي؟ ده انا عامل الفلوس ديت عشان خاطر ولادي. المهم راح قال لاخت مراته، طبعا انت عارف ان انا اشتغلت 20 سنة بره، وانا اللي بعت الفلوس، وانا اللي المفروض تكتب لي تنازل، امك وابوك يكتبوا لي تنازل على ان الحاجه دي والارض دي بتاعته وبتاع ولادي. فالمهم طبعا هو مرضاش، قال انا ماليش دعوه بالكلام ده، انت روح قول لامي وابويا. المهم راح لابنه قال له الوقت خالك مش موافق، وطالما قال لي الكلمه ديت يبقى هم كمان مش هيوافقوا. انا عايزك انت اللي تروح وتفهم جدك وجدتك، تفهم جدك وجدتك طبعا على ان الارض دي بتاعتي، وده تعبي وشقايا، وده المفروض يبقى بعدي انا وامك لك انت واخواتك. المهم راح الولد لجده وجدته، قال لها يا جدتي انت طبعا عارفه ان ابويا هو اللي اشتغل وشقى وتعب وانتوا ورثتوا في الارض ديت، وهي مش من حقكم. فقامت جدته قالت له وانا موافقه يا ابني، انا مش عايزه حاجه من بعد بنتي، انا من بعد بنتي كل حاجه ملهاش اي لازمه. وقامت مضيله على الورقه اللي هي فيها التنازل. المهم جده جه يمضيله، وكمان جده كان موافق. جده جه يمضيله، فراح داخل مين، الخال مره واحده، قال له انت بتعمل ايه يا والدي، انت بتعمل ايه؟ قال له ده انا همضي يا ابني تنازل علشان انا ماليش حق ان انا اخد من الارض دي. قال له لا ما ينفعش، لا. وقام واخد منهم الورقه وخارج. الواد راح يقول لخاله يا خاله الارض دي انت عارف ان هي بتاع والدي، والفلوس والمال والحاجه دي بتاع والدي. آه قال له لا، ان احنا لازم نورث فيها زي ما ربنا قال. طب ما هو ربنا عارف، وربنا قال ان المال ده بتاع والدي مش بتاع والدتي. قال له طيب انت عاوزني اتنازل لك عن، خلي جدك يتنازل لك عن حقه، انت تنازل عن حقك في جدك وستك بعد ما يموتوا.
قال له خلاص انا موافق. المهم راحت نازل هو كمان، وراح جده ايه خلاها مضاله. المشكله ان خاله ده متجوز وعنده بنت وحيده، ما عندوش ولاد تانية، وبص لأرض أمه وأبوه، وبص للمال ده كله. المهم جده سافر على خاله عفوا، سافر عشان يقضي مصلحة كده، فحصلت له حادثة ومات. فطبعا اللي هيورث في الخال الأم والأب وبنتهم. كده كده الواد بيحب بنت خاله. وبعدين الأم والأب اتنازلوا في حياة عينهم كده عن أموالهم لبنت ابنهم، لبنت ابنهم وولاد بنتهم، يعني بالتساوي يعني بشرع ربنا. المهم بعد كده الولد اتجوز بنت خاله، وورث الولد، خدوا أرض أمه وأبوه، وخد ورث جده وجدته كله بما إن هو اتجوز بنت خاله. والموضوع انتهى على كده. ويعني انا القصه او المغزى من القصه ان ازاي الخال يرسم ويخطط ان ياخد كل حاجه ويخالف شرع ربنا، وفي الاخر هو بيموت وما بياخدش اي حاجه خالص. واللي كان هيخفيه عن ابن اخته وعن اخته، يعني ما ياخدوش في الميراث، برضه رجع تاني لابن اخته بشرع وعدل ربنا. فهي الآية بقى هنا تنطبق إن ربك لبالمرصاد. أنت مش هتعاند ربنا. سيب الحق لأصحابه، وسيب الحق هو اللي يروح لصاحبه ويدور على صاحبه ويروح له، مش إحنا اللي بندور عليه. وكده يبقى خلصت قصة النهاردة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء في قصة جديدة إن شاء الله. مع السلامة.